السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا احلى اخوات في الدنيا؟ عاملين ايه؟ يا رب دايما تكونوا بخير. فيديو جديد ويوم جديد، ربنا يا رب يملى حياتكم كده بالصحة والخير والسعادة يا رب، ويفرحكم بكل حبايبكم. النهاردة ان شاء الله بإذن الله تعالى هناخد فيديو من فيديوهات تجهيز العروسة، وده الفيديو اللي انا كنت وعدتكم بيه وقلت لكم هجمع لكم كل اطقم الحلل بتاعة العروسة او في جهاز العروسة، وهنتكلم على ايه ممكن نجيبه وايه اللي مش ممكن نجيبه والكلام ده كله. تعالوا كده قبل ما نبدأ الفيديو نقول المقدمة بتاعتنا. اللهم صل وسلم وزد وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله. بصوا يا بنات، جاتني يعني كمية رسائل كتير جدا في ايه الاطقم بتاعت كمان، خصوصا لما انا نزلت الحاجات بتاعت النيش. طب انا جايبه مثلا طقم الايركو بايركس وما جايباش مثلا والصيني هفرشهم، ينفعوا ان انا احطهم في النيش ولا لا؟ انا محرجه ان حد يشوف حاجتي، انا حاجتي قليله. انا بص يا بنات، مبدئيا كده قبل ما ابدا الفيديو بتاعي يعني واخرج اي حاجه، كل واحد يمشي على قد امكانياته. الامكانيات يا ماما ما تضغطيش على نفسك ولا على اهلك. انت شايفه الدنيا اصلا مأزمه ازاي؟ يعني انتوا شايفين الدنيا قدامكم مأزمه على الناس كلها، ما بقتش على فرد، بقى 1+1=2، كلها بقت زي بعضيها، اللي معاه زي اللي مش معاه، بقت واحد. هاتي على قد امكانياتك. انا كاماني هوريكم الحاجات اللي انا جبتها دي، مثلا امكانياتي، انت هاتي امكانياتك. ايه مش محرجه ان حد يشوف حاجتك؟ طب ليه ما اللي يشوف يشوف الله عنهم ما يشوفوا، يعني ايه يعني تتحرجي ليه؟ دي حاجتك انت، جهازك انت اللي تفرحي وتتهني بيه. وبعدين انت حتى لو جايبه طقم صيني واحد ما تحطيه في النيش، ايه اللي يمنع؟ ايه اللي يمنع؟ احنا بنيجي عشان نجيب ونجيب ونجيب ونجيب، وفي الاخر نيجي نقول في القايمه الفلانيه احنا جايبينها بالسعر الفلاني، لا انتوا دبستوه، لا ده كتير، لا ده مش عارفه ايه، لا 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 لا. اللي يمضي على حاجه زي كده يبقى مجنون، اللي يمضي على حاجه زي كده يخش السجن. اللي ومحدش بيبقى حاسس بحد، محدش بيبقى حاسس بحد، محدش بيعرف الفلوس ده جابت ازاي والجهاز اتجاب ازاي، واللي داخل يقول لي حرام ويقول لي حلال، ومفيش اصلا في الدين الاسلامي حاجه اسمها قايمه. العريس المفروض يشيل كل حاجه وهي ما تجيبش الا شنطه هدومه وما تتكتبش القايمه. طب انت لو تقدر تعمل كده ماشي، لو تقدر تخلي العريس يجيب كل حاجه، ها يعني ما يخش راجل وشيخ بقى ويتريق ويتكلم. انا كنت منزله فيديو قايمه عندكم موجود للناس اللي بتدخل جديد، منزله فيديو قايمه وكش كمان قايمه كبيره. عايزه اقول لكم يعني جاتني كمية كلام، انا مش هقول لكم الكلام اللي جاني ايه من يعني من تحت دماغ القايمة دي او من تحت الفيديو ده. بصوا يعني كلام كتير، بس انا ما بقيت في الاول ما كنتش برد، دلوقتي انا برد، لاني يعني انت عشان تدخل تقل ادبك عليا وانا هسكت؟ لا مش هسكت، لا هتقل ادبك هقل ادبي عليك. بس ف يعني بصي، حاجتك هاتيها، انا كاماني دي مقدرتي اللي انا هجيبها. احنا دلوقتي كنا بنقول هاتي حاجه نظيفه وهاتي حاجه كويسه، ان شاء الله تكون حاجه واحده بس، فاهماني؟ احنا دلوقتي حتى الحاجه الواحده بس ما بنقدرش عليها، بقى سعرها غالي وما بنقدرش عليها، واللي بيقدر عليها قليل. يعني انا هقول لك هاتي حاجه، طب ما في اطقم حلل بتعدي ال10,000 وزياده وحاجه نظيفه. في ناس فئات واطباق ما بتقدرش تجيبها، مش هتقدر تجيبهم، مش هتقدر تحطهم في طقم حلل، مش هتقدر. فهاتي المتوسط، هاتي الاقل، هاتي اللي انت تقدري تتماشي بيه، ما تجبريش حد. ومعلش لو كانت المقدمه بتاعتي طولت عليكم، بس انا كان نفسي ان انا اقول لكم الكلمتين دول من الاول. تعالوا ندخل كده على الفيديو بتاعنا ونشوف احنا جبنا ايه. بصوا يا بنات، ده اول حاجه، ده نيو سافلون، تمام، 11 قطعه، نيو سافلون 11 قطعه. هنفتح كده ونشوف المقاسات بتاعتنا مع بعضينا كده، نحاول بس اخرج. يعني بصوا هو عباره عن ايه؟ عباره عن جريلا واربع اطقم حلل بقى مقاسات مختلفه، اكبرهم 28 واصغرهم 20. تعالوا برضو نفتح ونشوف. بصوا الطقم من جوه اهو. الطقم ده لازم بيبقوا هما دايما بيجي كرتونتين جوه بعض، اي طقم بيجي كده يا بنات، اي طقم بيجي كده. قربت لكم بس كده ايه تصوير عليه شويه، نحاول كده ان احنا نفتح كده واحده واحده ونشوفه من جوه اهو. تمام، نيو سافلون وال11 قطعه. طيب احنا اول حاجه في اطقم الحلل شفناها او هنشوفها اللي هو السافلون ده او الجرانيت، تمام. هنبدا بقى بايه؟ هحاول اخرج حاجه واحده منه، معلش سامحوني علشان برضو
الحاجات دي بتتعب فتحها والله العظيم ورصها وكده. هخرج لكم بس حله منه عشان تشوفوا. بصوا اللون اسود يا بنات، اللون اسود. شايفين انا بحب الحلل السوداء. هتقولوا لي مش ليكي، هقول لكم حتى لو كان مش ليا، انا ست بقى ديكتاتوريه في الموضوع ده، ما بحبش قد راي راي الحد يختار. بصوا هو هنا اهو، يا رب تكون واضحه. هحاول ان انا اثبتها لكم شويه اهو. تمام. اسم الشركه نيو سافلون. تمام. بس الاحجام بتاعتهم حلوه، الاشكال بتاعتهم حلوه، المقاس كمان يعني التقل بتاع الحله حلو. تمام. ده طبعا الكيس اللي بيبقى جوه الحله نفسها، بس هي متبستره اهي من بره. تمام. اللون الاسود اكتر لون عجبني الصراحه، يعني انا بحب جدا. كنت في الاول بحب الفواتح، دلوقتي بصوا الفواتح عايزه احذفها في الزباله. اللون الاسود من الالوانات اللي انا بعشقها في الحلل، يعني في الفترة الحالية من بعد اللي أنا بشوفه في الحلل الملونة. فهي الصراحة كانت رافضة إن هي تاخد اللون الأسود، لكن أنا بصوا صممت يعني عشان أجيب لكم من الآخر إن إحنا هناخد اللون الأسود. طقم ده زي ما قلنا إن هو 4 قطع، 4 حلل وقلاية. هحاول إن أنا أخرجكم، لا جريلا، هحاول إن أنا أخرج لكم الجريلا كده وأشوف هعرف أخرجها ولا لا. لان انا والله العظيم بصوا انا هخلص الفيديو ده، ربنا يعلم ان انا هخلصه وطالعه على الدكتور بتاعي. فادعوا لي كده دعوه حلوه من قلبكم وقولوا لي ربنا يا رب يشيل عنك، بس مش عايزه منكم اكتر من كده. الجريلا بقى شكلها كده تحت خالص ولا ايه يا اماني؟ دي شكلها الحله اللي هي المقاس الكبير. دي الحله اللي هي المقاس الكبير، دي بقى واخده الكرتونه كلها. الجريلا فين؟ جريلا شكلها من تحت خالص. اصبروا كده احسن انا اكون اتضحك عليا ولا حاجه. شايفه الحله دي بلون تاني. بصوا اهي سودا برضو، الحمد لله اطمنت. بصوا انا بفتح هنا لان لما فتحنا الحله دي ما فتحناش بقيه الحلل. بصوا يا بنات الالوان اللي هي كانت موجوده مش مشكله، انا هقفله بقى بعدين. بصوا الالوانات اللي هي كانت موجوده اهي. احنا اخترنا الصراحه اللون ده، اللون الاسود. هو كان الاسود والاحمر ده والموف. هخرجها الجريلا برضو، هفضل وراها لحد ما اخرجها لكم. جريلا يا لهوي، دي الجريلا تحت خالص 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 خالص. بصوا يا بنات طبعا دي المسكات اهي. لا الجريلا تحت فكوا سامحوني في قاع الكرتونه، فمش هقدر الصراحه اخرجها. دي المسكات طبعا بتاعت الحلل وكده اهي، لقيتها موجوده جوه الكرتون. لا الجريلا قافله والحله الكبيره دي قافله عليها، فمش هقدر اخرج ده كله الصراحه، يعني عشان اكون واقعيه وصريحه معاكم سامحوني. هقفل بس الطقم ده وندخل على الطقم اللي بعده. طيب المهم الطقم ده عامل كام؟ الطقم ده عامل 4200 يا بنات، عامل 4200. هقفله وندخل على الطقم اللي بعديه. بصوا يا بنات الطقم التاني اللي هو الستانلس بتاع زينوكس، برضو زي ما جبت الشهد نفس الكلام، انا جبتهم 3 اطقم حلل للعلم. طبعا احنا شايفين جرانيت كتير وسيراميك وستانلس والمونيا وصاج وتيفال وكل حاجه زي ما تتوقعوها، واسعار زي ما تتخيلوها والكلام ده كله، وحلل الشاورما والكلام ده كله. انا والعياذ بالله من كلمه انا ما جبتش الا 3 اطقم، ومش هجيب غيرهم لدي او لحتى المريم بعد ما تكبر باذن الله. جرانيت، ستانلس، تيفال، بس مش هجيب اكتر من كده خالص. تمام. احنا متفقين على كده. جبتهم في شهر وجبتهم في يارا، وبامر الله لو اداني العمر ربنا هيبقى في مريم. تعالوا ندخل برضو جبت نفس الكلام زينوكس برضو، ماركه زينوكس في
في الاستانلس حلوه جدا، وحلالها بتبقى تقيله وجميله. تعالوا ندخل عليهم ونشوفهم كام قطعه كده زي ما احنا شايفين قدامنا اهم. 5 قطع. هو الاستانلس ما بيبقاش يعني، حتى الطقم اللي انا جبته كنت جايباه زي كده، كنت جايباه زي كده 5 قطع برضو. هحاول اخرج لكم كده ايه حله منه علشان نشوفها. ناخد بقى اللي احنا كنا فاتحينها اصلا اللي اتفرجنا عليها هناك اهي. دي مقاس كام؟ مقاس 20. دي مقاس 20 يا بنات اهي. تمام، مقاس 20. حاول كده ان انا ايه اظهر لكم شكل الحله شويه. بصوا طبعا مختومه. تمام، وهنلاقوها برضو من تحت نفس الكلام اهو. بصوا هوريكم الاستانلس بتاعها الاول. ادي الكتالوج بتاعها، او ازاي الضمان او فاهميني، وتعليمات اللي انت هتعمليها ايه والكلام ده كله اهو. نركن ده بقى كده على جنب. بصوا هنا 25 سنه. بصوا يا بنات هنا اهو 10/10 ستانلس ستيل. تمام، 10/10 ستانلس ستيل زينوكس. بصوا شكل الحله اهو، يا رب تكون واضحه قدامكم. دي مقاس 20. اليد بتاعتها هنا فيها طبعا اهي. ايه رايكم؟ زي ما جبت لدي انا بجيب لدي، انا سبت اهو عدله. عدله. تمام، ادي حله اهي من الطعم. والله عرفت اخرج لكم واحده تاني دلوقتي هوريها لكم برضو، بس اشيل كده. معلش لو الفيديو ده طول عليكم شويه، بس انا كنت حابه ان انا الصراحه اعرفكم، يعني اعرفكم الكلام اللي انا كان نفسي ان انا اقوله. بصوا يا بنات دي 3 لتر، لحد هنا 2 ولحد هنا 3. بصوا مترقمه اهي. تمام، هنشيل بس كده ايه اول حله كده من الطقم. طبعا لحد مقاس الحله الكبيره كبير. هو هنا انا مش شايفاه الصراحه كام، بس المقاس بتاعها كبير. بصوا كمان يا بنات هنا هوريكم، احاول ان انا اوريكم حاجه. بصوا هنا 18/10 ستانلس ستيل. تمام، سمارت. طيب ندخل نشوف حاجه تاني. الحله الكبيره هتبقى صعبه جدا، صعبه جدا جدا. مش صعبه بس هي القاع بتاع الكرتونه. فخلاص كده احنا شفنا حله منها، فسامحوني يعني مجهودي لحد كده مش قادره اكمل الصراحه. هندخل على الطقم اللي بعد كده. يا ريت نلاقي تفاعلات قد ايه، والله العظيم تصوير الحاجه دي بيهد وبيتعب وبيطلع العين. فيا ريت يا بنات نلاقي تفاعلات علشان بعد كده حتى الواحد بصوا يلاقي صحه كده ويلاقي فيه طاقه كده ان هو ايه يعرف يشتغل. بصوا انا ايديا كلها اتملت تراب اهي من الكراتين. تعالوا ندخل على اللي بعديها. ده اللي هو توفال يا بنات. كام قطعه الاول؟ 9 قطع. ده 9 قطع. طيب في ناس هتقول لي تروفال حلو، في ناس هتقول لي تروفال مش حلو والكلام ده كله. انا قلت لكم في اول الفيديو، قلت لكم على قد امكانيات الواحد. عايزه تجيب التيفال بقى نضيف الاصلي، تيفال زهران او اي انواع تانية من التركي او اللي في السوق، هاتيها براحتك. انا جبت الحاجه دي. تعالوا بقى نشوف اول حله. دول اول حاجه كده يا بنات 4 قطع حلل. والقلايه دي مقاس 20. تمام. هتلاقوا برضو نفس الكلام، تروفال برضو مختومة على القلاية. نشوف، هنحاول نخرج كده حلة منهم ونشوف الحلل شكلها ايه. الحلة دي كده مقاس 24. مقاس 24. يا رب الصوت يكون واضح لاني مش قادرة الصراحة ارفع اكتر من كده اهو. اوسع بس كده عشان اعرف افرجكم على الحلة. شايفين الحلة اهي. بعد الكاميرا كده شوية عشان تظهر. تمام. توفال طبعا الحاجات اللي هي التعليمات والحاجة اللي مكتوبة
متينة سهلة التنظيف، الطهي بدون قليل من الدهون والكلام ده كله. طيب نفس الكلام هتبقى مختومة من ورا، وادي اللون اللي احنا اخترناه او اللي احنا جبناه. يبقى هنقول تاني الاطقم اللي احنا جبناها ستانلس، تيفال او نيو سافلون، لا تيفال وحدي او الجرانيت، قصدي جرانيت اللي انت عايزاه هاتيه، اي نوع جرانيت نفسك تجيبيه هاتيه، غالي وسط. احنا بقينا دلوقتي بصوا حال صعب في كل حاجه، مش هقدر اغصب حد واقول لها هاتي حاجه كذا او هاتي حاجه كذا، لا، اللي انت شايفاه على قد ايديكي وعلى قد امكانياتك حبيبتي هاتيه، ده جهازك انت اللي هتستخدميه، ومهما كانت الحاجه غاليه او كله بالاستخدام، عشان تبقوا عارفين كله بالاستخدام. يعني لو واحده ايديها في الحاجه ومهتميه بيها وهتخلي بالها عليها هتفضل معاها قد كده. كل حاجه ورا الاستعمال يا بنات. بس فده كان الفيديو بتاعنا، يا رب تكونوا افدناكم باي معلومه ولو كانت بسيطه. يا ريت دعوه حلوه ليا من قلبكم، لايك، تعليق حلو على الفيديو، لحد ما نشوف فيديو جديد بامر الله. وادعوا لي ان انا اقدر اقف تاني واكمل معاكم. تمام، يلا استودعكم في رعايه الله، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.